والله انا بتاني بعد الله سبحانه وتعالى ما عندي ثقه في اي زول الا كان في الجندي شفته في الميدان ده بس. بعد الله سبحانه ما عندي ثقه في انه في زول ممكن يكون همه على الوطن وشايل هم الوطن والمواطن وقاتل من اجل بلده الا شفت الجندي في الميدان ده كويس، الا جندي في الميدان ده تاني نهائي. ها يا اخي الان جنودنا في الميدان الان معنويات خلاص اصبحت وطأ، اصبحت وطأ، معنويات ما في اي معنويات. ها ما ممكن انا الليله مثلا كفردي من الدرع ولا من المشتركه ولا من البراؤون كويس اجي احرر لك منطقه. ها بعد شهر شهرين اجي القى المنطقه في خبر كان، ولا انا احرر منطقه وتحبسني في المنطقه. انت قال تعليمات ها تحبسني في المنطقه شهر ولا شهرين ولا 3 شهور ما دارين يتقدم. ها العدو ده بيستعيد قوته ولا ما بيستعيدها؟ ها العدو ده هو قاعد مكتف ولا مربط؟ ها العدو ده شغال اكثر منك. انت نضرب مثل عادي مثلا نقول لك استراحه مهارب، استراحه المهارب دي انتوا قال لكم ساعات؟ استراحه المهارب دي حاجه شكلي ما في ذاتها كويس. تيجي قلت لي يا اخي شهرين ولا 3 شهور مكدس الجيوش في العبيط ما قادره تتحرك نحو الدبابات ولا قادره تتحرك نحو الدلنج ولا قادره تتحرك بجاي نحو النهود. ها ولا قادره تتحرك يا اخي العياله دي ما تنطها، العياله دي ما تمشي منها قدام. ها ولا ده قال ده وهنا قاده يكبروا هاي يسار الفاشل قرب فك يسار الفاشل قرب. يا ابو تلعبوا على منو يا اخي؟ الله كفايه استفزاز لعواطفنا ولا مشاعرنا ولا قلوبنا ولا اي حاجه يا اخي، كفايه من الاستفزاز ده. والله بالطريقه دي قاعدين تستفزونا عديل، وقلت لما واحد يجي ويكبر ويحلل وانه ان شاء الله يسار الفاشل قرب. طيب والله لك ربنا ينزل ملائكه من السماء ثاني عديل ثاني، الا ربنا ينزل ملائكه من السماء. ها وما ذلك على الله بعزيز.